السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة طاجن بامية باللحمة. انا جبت معاكم ده الطاجن بتاعي اللي هعمل فيه البامية. وعندي بقى اللحمة بتاعتي، دي لحمة بلدي، فيها كده قطعة دهن، او لو عندك لحمة ملبسة تمام، او لو لحمة ضاني هتبقى حلوة قوي معاكي الوصفة. ولو ما عندكيش دي او دي وعندك لحمة مستوردة هتمشي معاكي جدا وهتبقى برضو طعمها حلو، مش هتقولك لا. تعالوا بقى نعمل الوصفة بتاعتنا. انا جبت حلة بقى معاكم بالشكل دوت كده. هبدأ ان انا انزل بمعلقتين زيت كبار، معلقتين، يعني حطي معلقتين زيت او سمنة اللي انت حباه، او لو معلقتين سمنة بلدي هيبقى برضو طعمها حلو قوي. انا نزلت بمعلقتين زيت وهسيبهم ان هم يسخنوا جدا. اول ما يسخنوا هبدأ ان انا اجيب اللحمة بتاعتي وان انا هنزل فيها بالشكل ده كده. انا عاوزاها ان هي تتحمر كويس جدا. وانا فايدة اللحمة الملبسة بتخلي طعم الطاجن طعمه حلو جدا. انا بقى حطيت الكمية بتاعتي وان انا هسيبها ان هي تتحمر على الجنبين. هي كده كانت اتحمرت معايا. انا مش عايزاها ان هي تنزل المية بتاعتها، ولو نزلت المية بتاعتها معاكي خليها لحد ما المية تنشف خالص، بس هي مش هتنزل المية طول ما الزيت بتاعك سخن. هبدأ بقى ان انا اجيب بصلاية مبشورة بالشكل دوت وهنزل بيها. وهجيب معلقة توم. وانا نزلت على مع التشويح برشة فلفل اسمر. هي دي اللي انا عملته في قلب اللحمة. شوحت اللحمة وحطيت فيها رشة فلفل اسمر، ونزلت بالبصلاية المبشورة وفصين الثوم، وبدأت ان انا اشوحهم بالشكل ده كده. بصوا الجمال ولا الريحة بقى بتاعتهم جميلة جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي. انا بقى بعد ما شوحتها وسبتها ان هي البصلايه تدبل مع اللحمه. هبدا بقى ان انا اضرب شفشق من الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وان انا هنزل بيها على اللحمه بتاعتي. هنزل بيها على اللحمة بتاعتي وان انا هديلها تقليبة بسيطة كده، وهسيبها ان هي تغلي. اول ما تغلي معايا غلوتين، يعني انا ايه قلبتها، وان انا هسيبها بقى ايه تستوي مع بعضها. انا بسوي اللحمة مع الطماطم. ما تغلي غلوتين كده وعلى نار عالية تغلي غلوتين، هبدأ ان انا اوطي عليها واسيبها ان هي تستوي براحتها. سويها براحتها، الطماطم مش هتنشف منك. ولو لو احتاجت ميه، هتبدأ ان انت تزوديها ميه سخنه. هو ده كان شكلها بعد ما اللحمه استوت. انا بعد ما غليت ووطيت عليها اللحمه استوت بسم الله ما شاء الله معايا. تمام، ما فيهاش اي حاجه. هبدا بقى ان انا اجيب الباميه بتاعتي. دي باميه انا شارياها، يعني مش مفرزاها. ده كيس باميه، نص كيلو. هبدأ بقى ان انا هفكه، وان انا هحطه على اللحمة في قلب التخديعة بالشكل ده كده. وهنا لقيتها عاوزة شوية مية، غليت لها شوية مية، يعني بزودها مية مغلية. هبدأ بقى ان انا اجيب البهارات بتاعتي، ودي 7 بهارات وفلفل اسمر وكمون وكزبرة وبابريكا. هي دي البهارات بتاعتي، مفيش اسهل من كده. والملح طبعا انت بتحدقيها على حسب ما انت عايزه، حباها حادقه تمام، حباها عدبه اللي يرجعلي. حطيت فلفل اسمر وكمون وكزبره وبابريكا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، واديتها تقلبتين وهسيبها واغطيها واسيبها ان هي تستوي. اول ما تبدا تغلي غلوتين معايا بالشكل دوت كده، انا نزلت بالملح. يعني انا اديتها غلوتين بس، اللي هي البهارات بتاعتها تتشرب من البامية تتشرب مع البهارات. وان انا قلبتها وحطيت الملح بتاعي. وان انا هبدا ان انا كده غليت، هبدا ان انا اطفي عليها. طفيت عليها بالشكل دوت ونزلتها من على النار. هبدا بقى ان انا اجيب الطاجن بتاعي، وهبدا ان انا انزل بكميه الباميه بتاعتي. معلومه ان انت لما تيجي تطلعي باميه متفرزه، تطلعيها على الاستخدام على طول، ما تسيبهاش تفك منك. انا دلوقتي حطيت الكميه كلها في قلب الطاجن، ودخلتها الفرن. وده شكلها بعد ما طلع من قلب الفرن، ريحتها ولا طعمها
تحفة جدا، جربوها هتعجبك وهتعتمدي الوصفة دي عندك ان شاء الله على طول. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.